برو واتس ديفرنس بين المتحف المصري القديم والمتحف المصري الجديد؟ كلنا عدينا في يوم من الايام قدام المتحف المصري القديم وافتكرنا ان هو ده اعظم متحف في العالم، بس في متحف تاني بيقول لك موف اون برو، انا جراند ايجيبشن ميوزيوم على بعد خطوات اهرامات بمساحه 500,000 متر مربع، في حين ان القديم وسط الزحمه والجلاكسات والحمام اللي فوق التمثال. المتحف المصري القديم فيه أكتر من 100,000 قطعة أثرية وكل واحدة مصممة بإكسبيرينس غير التانية، في حين إن القديم فيه 120,000 قطعة وكلهم محشورين فوق بعض زي كراجيب جلد. بس هو إيه أحوال كل قطعة أثرية بإكسبيرينس مختلفة؟ ده لأن المتحف المصري القديم فيه تكنولوجيا داخلة في كل حتة فيه، زي تكنولوجيا العرض التفاعلي والتاتش سكرين والإضاءة الذكية اللي بتحاكي ضوء الشمس وتخليك تعيش فايبس التاريخ، كل ده من غير ما تضر التماثيل. ده غير بقى الفي ار والاي ار اللي بتعيشك داخل المقابر والمعابد 5000 سنه لورا، والاي اي جايدز والعرض الصوتي زي اصوات الملوك واصوات الفرعونيه وكمان ساوند افكت لزوم باقي الفايبز يعني. كل ده حاجه بقى، والتسلسل الزمني حاجه تانية خالص، وده اللي بيبدا من اول استقبال رمسيس الثاني ليك بره، وبعد كده العرض القصصي اللي بيبدا من اول عصور ما قبل التاريخ لحد العصر الروماني. وعلميا بقى الديزاين ده كله مش معمول فراغ، ده نيورو ديزاين. المتحف مصمم بانه يديك احساس الرهبه من الفراغ المعماري الضخم، وبيفرز في البونز لما تلمس او تحس او تشوف، ترسخ التاريخ جوه دماغك وتعيشك التجربه بجد. ايه الخلاصه؟ القديم حشو اكبر عدد من القطع، لكن الجديد هدفه انك تعيش التجربه الحيه وترسخ التاريخ جوه دماغك فعلا. في النهايه بقى ما تنساش تقول لنا على رايك في المتحف، ويا ترى زرته ولا لسه؟